صباح الخير او مساء يا جدعان وفيديو جديد. قصة الفيديو ده عن لاعب من اكتر اللعيبة الاندر ريتد في التاريخ الحديث للكورة. بوتشيتينو قال عنه انه يحطه عادي جدا وسط اساطير اللعبة زي رونالدينهو ومارادونا وايكوشا. رحيل ماوريسيو بوتشيتينو من توتنهام يمكن لحد دلوقتي النادي مش عارف يعوضه. مش هنبالغ لو قلنا نفس الشيء بالظبط عن موسى ديمبيلي. Best player at Spurs is Moussa Dembele. In my opinion, Dembele. Moussa Dembele. Moussa Dembele. Moussa Dembele for me. The 5-a-side in training, I definitely want Dembele on my team. He's a beast. He's the best player in the world. لكن ايه اللي يخلي اجابه لعيبه كبيره زي دي لما اتسالوا عن مين افضل لاعب لعبت جنبه كلهم يقولوا موسى ديمبيلي؟ تعالوا نحاول نعرف ايه السر ومين موسى ديمبيلي وليه ما كملش مشواره اللي بدون مبالغه كان ممكن جدا نشوفه وسط عمالقه اللعبه حاليا. ناس كتير بتشبهه بزيدان او لوكا مودريتش، يمكن حتى مؤخرا بيلينجهام. لكن تفتكروا موسى كان بالجوده دي فعلا؟ ديمبيلي كان عامل زي العمود الفقري للفريق مع بوتشيتينو. طبعا كان في لاعيبه مؤثره تانية في نص الملعب وقتها مع توتنهام زي إريكسن وديلي ألي، لكن ديمبيلي كان مختلف. موسى سيدي يايا ديمبيلي من اب مالي وام بلجيكيه، بدأ يلعب كرة في الشارع طبعا زي اي طفل في الحياه. المهم ما كانش ولد بتاع مشاكل، بالتالي والدته كانت بتسيبه ينزل يلعب كرة في الشارع او يروح يتدرب في الجيم لانه كان بيرجع البيت دايما في الميعاد المتحدد له. امه ساعدته كتير في بدايته لدرجه انها كانت بتلعب معاه زي تمارين مصغره ليه في البيت، كانت بتدربه على زرار النور هيشوط الكرة فيها بحيث يقفل او يفتح. في سن ال16 انضم موسى لنادي جيرمينال بيرشاوت وفضل سنه مع فريق الشباب قبل ما يتصعد للفريق الاول في موسم 2003-2004. وبعد فتره مع النادي كلاعب محترف وقبل ما يتم سنه ال18 راح للدوري الهولندي لنادي فيلم ولعب معاهم كمهاجم صريح، سجل 9 اجوال في 33 ماتش لعبهم في الدوري الهولندي. لكن الفريق كان بيصارع علشان يتجنب الهبوط. مين كان مراقب الوضع بقى؟ لويس فان خال، واللي خطفه على طول للنادي اللي كان ماسكه وقتها وهو كان زد القمار. لما بدأ يلعب مع منتخب الشباب تحت سن ال17 كنت هتقدر تلاحظ مهارة ديمبيلي، كان فعلا مهاري جدا لكنه ما كانش ملتزم قوي بالتعليمات زي باقي زمايله، وده كان كلام بوب براون ايز اللي اشتغل معاه في الفترة دي، واللي برضو كمل كلامه وقال ديمبيلي مشكلته الوحيدة انه كان لعيب كويس قوي بالكرة لكنه ما كانش ناضج قوي على المستوى الفكري. بالنسبة له الكرة كانت مجرد لعبة وقتها، لكن لعيبة كتير لما بتكبر شوية بيتغير طريقة تفكيرهم وشخصيتهم وبيكونوا أكتر جدية في الشغل على نفسهم والالتزام بالتمارين والماتشات، وده اللي حصل بالفعل مع موسى. تمام، الولد مهاري وده كلنا شفناه، لكنه هيحتاج شوية وقت علشان يأدي في الملعب. ديمبيلي لما راح القمار قابل هناك صديقه المقرب فيرتونخن واللي كان بيلعب لأياكس وقتها. أول مرة اتقابلوا فيها كان سنهم 12 سنة لما جه فيرتونخن وأسرته يعيشوا في مدينة أنتورب، المدينة اللي كبر فيها ديمبيلي، وبعدها راح القمار كان في أمستردام وقريب جدا من صاحبه اللي بيلعب في أياكس. مع زد القمار كان بيلعب معظم الوقت جناح، وفان خال كان دايما بيشجعه يطلع لقدام ويهاجم أكتر، وده ساعد موسى انه ياخد ثقة في نفسه اكتر ويواجه دفاع المنافسين اللي كانوا بيعانوا علشان يوقفوه. وفي شهر كان مسجل 10 جوال، وده ساعد الفريق انه يحاول يناطح الكبار على اللقب فعلا. لكن الخسارة في اخر ماتش خلتهم يخلصوا الموسم في المركز الثالث بعد الوصيف اياكس والبطل PSV. كان موسم عظيم للفريق لكنه خلص في الاخر على لا شيء، والاسوأ هو كان الموسم اللي بعده واللي خلصوه في اخر النص التاني من الجدول المركز ال11، وده اللي خلى فان خال يفكر انه يمشي من الفريق. لكن الاداره اجتمعت واقنعوه يكمل معاهم موسم كمان واللي كان 2008-2009، وقد كان. لكن بعد بدايه صعبه رجع الفريق لمساره وسجل ديمبيلي 3 اجوال في اول شهر من الدوري. بعدها للاسف اصابه في الركبه بعدته عن الملاعب فتره كبيره لحد اخر السنه. الفريق منهارش وفضلوا متماسكين لحد ما رجع موسى. رجع ديمبيلي والفريق قدر يكمل منافسته على اللقب. ديمبيلي دلوقتي كان في عشريناته وكان حقيقي مسيطر تماما على خط النص. عارف الاجوال اللي بنقول عليها جول مارادوني؟ ديمبيلي كان بيسجل الاجوال دي عادي جدا. هياخد الكوره يرقص اول خط، يخترق الدفاع، يرقص يحط جول. واخيرا وبعد 28 سنه من الانتظار القمار قدر يحقق لقب الدوري الهولندي. ديمبيلي هجوميا كان سفاح، لكنه برضه كان كويس قوي في الدفاع واستخلاص الكوره.
خلاص كده الشاب الصغير كبر وبقى لعيب متكامل من كل النواحي. وبعد الفوز بالدوري قدروا يسحقوا هيرنفين 5-1 في نهائي يوهان كرويف شيلد. وبعد 4 سنين في هولندا ديمبيلي يروح للدوري الانجليزي في صيف 2010، والبداية هناك كانت مع فولهام. بعد موسم مضطرب لفولهام في الاخر خلصوا في المركز الثامن، لكن البلجيكي بين قوته ومهارته في اول موسم ليه في البريمير ليج. اتقال مدرب الفريق علشان يجي مارتن يول. انا عارف انهم لما اشتروه كانوا بيجيبوا مهاجم او جناح، لكني شفت الولد في التمرين اكتر من مرة وكان صعب جدا تاخد الكرة منه بسبب قوته، وكمان كان بيرجع ياخد الكرة بطريقة عظيمة. وقتها انا افتكرت طيب ليه ما يلعبش في النص؟ لو لعب في النص هيكون كويس جدا، لكن عمرك ما هتعرف لو ما جربتش. وده كان كلام مارتن يول في 2018، وايوه ده مارتن يول بتاع الاهلي. ومن اللحظة دي موسى كان افضل لاعب في فريقنا. انا عمري في حياتي ما شفت تغيير في اللعب بالشكل ده، في لحظة هيغير وضع فريقك من الدفاع للهجوم. ديمبيلي بدأ يتدرب اكتر على حمل الكرة تحت الضغط والجري بيها وقطع الكرات، ودول اللي بقوا سوبر باور عنده قدام، وبرضه دول اللي ساعدوه يقدم ماتش عظيم قصاد توتنهام، والماتش ده اللي هيخلي السبيرز تشتريه. كان فيه اهتمام من مانشستر يونايتد، لكن اخر ماتش قصاد فولهام وتوتنهام السبيرز انبهروا بمستوى موسى علشان بعدها يشتروه ب 15 مليون. بدايته مع توتنهام كانت بطيئة، اول سنتين مع مدرب فلاش بواش وتيم شيرويد كان فيه شوية لمحات صغيرة جميلة، لكن ما كانش فيه اي مؤشر على انه هيبقى محور الفريق كله قدام. لحد دلوقتي ما كانش واضح بشكل حتمي انهي افضل مركز لموسى. في نص موسم 2013-2014 بعد ما شيرويد مسك الفريق قال في التدريبات كل زمايله كانوا بيفضلوا يضحكوا على نفسهم لانهم مش عارفين ياخدوا الكرة من موسى. كل ما الكرة كانت بتروح له كنت بشفق على باقي الفريق. حتى بعد وصول بوتشيتينو في صيف 2014 التغيير ما كانش لحظي، اكيد لا طبعا. ديمبيلي بدأ 10 ماتشات بس في اول موسم ليه مع بوتشيتينو، وكان معاه راين ميسون اللي بدأ 29 ماتش ونبيل بن طالب اللي بدأ 25 ماتش. من الكلام ده ممكن نفهم ان في الاول ديمبيلي ما كانش المفضل قوي عند بوتشيتينو، لان وقتها الارجنتيني كان شايف انه مش جاهز بدنيا او عقليا انه يلعب الكرة اللي بوتشيتينو عايزه يلعبها، وهو ما كانش الوحيد وقتها اللي محتاج وقت على ما يتأقلم مع اساليب بوتشيتينو. خلي بالك التغيير في الموسم الثاني بدأ يظهر، موسى بدأ ينفذ ويعرف دوره اكتر في الملعب مع بوتشيتينو، وقدر يحقق مطالب الارجنتيني في الضغط او المجهود البدني الاكبر المطلوب. ومع توزيع زمايله في الملعب حواليه بشكل يناسب الفريق وموسى اكتر، البلجيكي بدأ يظهر انه لاعب مش طبيعي وممكن جدا ينفجر قريب. وبدأ يظهر توتنهام على انه فريق بدنيا قوي قوي وكمان منظم جدا. وقتها كان في عقاب لاي لاعب مش بيعرف يباصي عدل في الفريق، لكن موسى كان اعظم واحد يخلي الكرة تحت رجله او حتى يرجعها من المنافس، والكرة معاه كان بيتحكم في رتم الماتش بشكل رهيب، سواء يستنى ثواني علشان كل زمايله يرجعوا لمراكزهم او يخلق لنفسه مساحة بعد ما يرقص 1 أو 2. خط الدفاع كان في حالة امان تام في وجود موسى قدامهم. توتنهام وقتها كانوا يقدروا يلعبوا ماتش كامل في نص ملعب الخصم، حاجة كده عملها بوتشيتينو، نفس الشيء اللي بيحاول يعمله دلوقتي أنجي بوستكوجلو مع توتنهام. ولما يبقى عندك لاعب زي ده فالفريق كله هيتأثر بشكل إيجابي طبعا. وقتها لما كنا بنلعب أي ماتش وإحنا مسيطرين على الفريق المنافس في نص ملعبه، وكان في ماتشات كتير سيطرنا عليها، المهم أنا فاكر ماتش كامل أنا عملت فيه تدخلين 2 بس في الدفاع، باقي الماتش أنا واقف بتفرج على ديمبيلي وهو يرجع ياخد الكرة في نص ملعبهم يقطعها ويرجع بينا لقدام تاني. وده كان كلام بين ديفيز في 2021. لعيب مش طبيعي لما الكرة بتكون تحت رجله. انا في حياتي ما شفتش لاعب كده بالكرة. فرق كاملة كانت بتيجي قصادنا وتحاول تضغط وتاخد الكرة، لكن كان يجي موسى ياخد الكرة يلف او يجري او يرقص ويطلع بيها لقدام. الناس مش متخيلة الموضوع ده قد ايه صعب جدا، اوعى تخليه يخدعك وانت بتتفرج عليه من بساطة اللي بيعمله، لانه فعلا صعب جدا. وده كان كلام كابتن الفريق هوجو لوريس. انت بس لو حاسس انك مزنوق في اي موقف في الملعب باصي الكرة وهو كان هيطلعك منها. كيفن فيمر اللي كان بيلعب في قلب الدفاع مع توتنهام وقتها قال عنه في مقابلة لذا أثليتيك ديمبيلي كان سهل جدا يلعب في ريال مدريد وهو في البرايم، واحد من افضل اللعيبة.
لعبه كان أنيق جدا وعمره ما كان بيخسر الكورة حتى لو 2 أو 3 من لعيبة الفريق المنافس بيضغطوا عليه. هو ببساطة كان قوي قوي ولعيب تقني جدا، شماله كانت عظيمة. لما كان بيلعب 6 قدامي أنا دايما كنت مطمن لأني عارف إني في أمان، لو مفيش أي اختيارات على طول هلعب لموسى. في التدريبات لما كنت بلعب مع فريق موسى خلاص انت عارف انك هتكسب، دايما فريقه بيكسب. تحس ان كلامي ده جنان ها؟ لكنه لا، مش جنان ولا حاجة، هو بس اللي كان عنده كواليتي عالية جدا في فريقنا، وده اللي خلى الموضوع يبان سهل. اوقات لعيبة بيكونوا عظماء في التمرين لكن بعد كده في الماتش ولا بيعملوا حاجة لان بيكون في ضغط اعلى بكتير ورتم اسرع، لكن موسى دايما كان نفس المستوى العالي. في موسم 2015-2016 لما توتنهام كانت بتنافس ليستر على لقب الدوري، ديمبيلي كان بدأ يطور لعبه بشكل ملحوظ جدا قبل ما توتنهام يخلص ثالث. توتنهام خلص الدوري ب 86 نقطة في موسم 2016-2017، كسبوا 17 ماتش وتعادلوا في 2 من ال 19 ماتش اللي على أرضهم. كان صعب جدا تيجي الوايت هارت وتكسب توتنهام وقتها. ديمبيلي وفيكتور ونياما في خط النص وراهم داير، كان ثلاثي صعب جدا. ومن ال 51 ماتش في البريمير ليج اللي ديمبيلي بدأهم في آخر موسمين دول، توتنهام خسر بس في 4 وكلهم بره أرضهم، 2 ضد اليونايتد وماتش قصاد ليفربول وماتش تشيلسي. كان في نجوم كتير وقتها في الفريق زي كين وديلي ألي وأكيد إريكسن وسون، لكن ديمبيلي كان المفتاح. بوتشيتينو اتكلم عن ديمبيلي بعد خناقة اللي حصلت بين توتنهام وتشيلسي واللي سموها وقتها باتل اوف بريدج. بعدها لما توقف ديمبيلي 6 ماتشات لانه ضرب دياجو كوستا، بوتشيتينو قال بهزار احنا من غير ديمبيلي مش هنكون موجودين، توتنهام هيختفي. يمكن الموضوع مش للدرجة دي، لكن توتنهام فعلا وقعوا 4 نقط في اول 4 ماتشات ليهم في فترة ايقاف موسى، لانه لو كان متاح في التعادل اللي حصل على ملعبهم قصاد ايفرتون والخسارة قصاد ليفربول اكيد الوضع كان هيختلف. بعد رجوعه من الإيقاف، بوتشيتينو وصف ديمبيلي إنه عبقري بعد التعادل مع الأرسنال 1-1 في نوفمبر رغم إنه كان بيلعب على إصابة. البلجيكي واحد من أعظم اللعيبة زي مارادونا ورونالدينهو وأوكوشا، إحنا بس لو كنا أخدناه وهو أصغر من كده 18 سنة أو 19 سنة كان زمانه في مكان تاني خالص. حقيقي كنت أتمنى إني أبدأ أشتغل مع ديمبيلي وهو في سن ال18، وده كان تصريح بوتشيتينو. بوتشيتينو عرف كويس ان ديمبيلي مش قدامه وقت كبير مع الفريق لانه في ال29 من عمره وبيحارب الاصابات وبيعاني كل شويه من الم شكل في الانكل. وبعد فتره قصيره من التعليق ده ديمبيلي بقى اكتر من مجرد قائد لبوتشيتينو. وبعد التعادل المخيب قصاد ساندرلاند في يناير 2017 كين ولوريس وديمبيلي استدعاهم بوتشيتينو لمكتبه علشان يوصلوا رساله لباقي الفريق انهم ما كانوش كويسين النهارده. ديمبيلي كان معروف ومحبوب جدا وسط كل زمايله في الفريق، لكن وللأسف موسى يغيب عن الفريق تاني بسبب الأنكل وهو كان في عز فترات تألقه مع السبيرز، وطبعا مش هياخد كل التقدير اللي يستحقه. لكن الإصابة ما خلصتش على بيك ديمبيلي بالسرعة دي، الحمد لله قدرنا نشوفه في 4 ماتشات رهيبة في فبراير 2018 لما سيطر تماما على خط نص مانشستر يونايتد، وبعدها زيارة للأنفيلد وتعادل 2-2 قبل ما يستقبلوا الأرسنال في ملعبهم ويكسبوهم 1-0، وبعدها السفر لتورينو علشان يقابلوا اليوفي في دور ال16 في الأبطال. في كل الماتشات دي موسى كان موجود وساعد الفريق في التعادل على الأنفيلد، وأداؤه كان استثنائي قصاد الأرسنال واللي كان قصاد 3 من لاعيبة خط نص الأرسنال وما كانوش قادرين يخلصوا الكرة من رجله. وبعدها يروح لأول ظهور ليه في الأدوار الإقصائية في الشامبيونز ويقدر يتفوق على خط نص اليوفي، لكن يخلص الماتش 2-2 وماتش الإياب ما كانش في صالحهم لأنه خلص 2-1. لكن توتنهام قدروا يبينوا إنهم عندهم لعيبة كويسة قوي وخصوصا في خط النص، ودي هتكون آخر مرة نشوف فيها الأداء ده من ديمبيلي، لأنه بعدها بشهرين هنشوف الأداء البدني المتراجع لموسى وخسارة توتنهام في نص نهائي الإف إيه كاب. كان لسه مؤثر، والفرق اللي كانت جاية تلعب توتنهام كانت عارفة انهم علشان يوقفوا لعيبة بوتشيتينو لازم يوقفوا ديمبيلي، ورغم ان الفرق كانوا عارفين ده من فترة كبيرة اصلا لكنهم ما كانوش قادرين يعملوا حاجة. حتى خصومه في نص الملعب زي روس باركلي وجيمس ماكارثر قالوا عنه انه من اقوى اللعيبة اللي واجهناهم. موسى كان تم 30 سنة لكنه كان في البرايم بتاعه،
وده خلى الناس وقتها تفتكر امال لو كان اصغر شوية كان هيبقى عامل ازاي. رغم انه ما سجلش جول ولا عمل اسيست، لكن موسى كان افضل اداء للاعب وسط بين لاعيبة منتخب بلجيكا اللي راحوا كاس العالم وقدروا يكسبوا انجلترا في ماتش الثالث والرابع. تيجي 2019 ويبدأ الموسم وكالعادة بأداء خرافي، وفضل مكمل من غير انقطاع لحد ماتش نوفمبر اللي كان قصاد فريق نونو سانتو وولفرهامبتون، واللي اتصاب فيه تاني إصابة قوية جدا في الأنكل، والفريق الطبي كان عارف انه مش هيرجع للملعب تاني لشهور جاية. وفي سنه ال 32 هو كان عارف ده، وكان عارف ان الإصابة ممكن ترجع. وبعد 6 سنين و250 ماتش مع الفريق اللندني، موسى قرر انه هيمشي. وفي يناير 2019 دفع نادي جوانجزو سيتي 18 مليون استرليني علشان يروح موسى للدوري الصيني ويكمل هناك لحد ما يعلن اعتزاله للعبة في 2022. مفيش اي اندهاش دلوقتي لكل زمايله في الفريق لما اتسألوا عن مين افضل لاعب لعبت جنبه، كانت الاجابة موسى ديمبيلي، حتى لاعيبة الفرق المنافسة والنقاد. المشجع الاول ليه بوتشيتينو اللي عمره ما فوت فرصة علشان يشيد بأداء البلجيكي. Some people use my word to describe him like a genius of the football. And for me, it's this type of player that I think I told you, and it's in my book, that say for me, I put him in next to Ronaldinho, Maradona, Okocha. ديمبيلي رغم جسمه الضخم لكنه كان قادر جدا يراوغ اي حد قصاده، وبسهولة هيعدي خط نص فريقك من غير ما ينزل نقطة عرق واحدة. جسمه القوي طبعا ساعده انه يكون اوقات مستحيل تاخد منه الكرة من تحت رجليه، كان يقدر يخلق كم رهيب من المساحات بعد ما يرقص 1 أو 2. لو بتلعب قصاده ربنا يعينك، لانه اكيد هيقدر يهينك في اي لحظة في الماتش. في معظم فترات كاريره كان تحت رادار الأندية الكبيرة، لكنه يمكن ما كانش محظوظ كفاية. عموما اي حد شاف ديمبيلي مع فريق بوتشيتينو كان هيشيد بمجهوده وأدائه. يمكن لو كان فضل موجود وجاهز مع الفريق لحد نهائي الأبطال اللي خسروا قصاد الليفر كانت النتيجة تتغير. مفيش شك انه لو كان جيل توتنهام في اول عشريناته بدل نصها كان الموضوع ممكن يفرق معاه جامد، ويمكن وقتها كنا ممكن نكون بنتكلم عن ديمبيلي مختلف تماما. ديمبيلي في فرق العمالقة وشايل بطولات كتير، ووارد وقتها كان اتحط في مكانه وسط اساطير اللعبة في خط النص. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة لقصة ديمبيلي. لايك في ايدك وانت خارج. سلام.